يا صباح الخير وصباح الهنا وصباح السعادة وصباح النشاط وصباح كل حاجة حلوة. هتعرفوا ليه بقى دلوقتي صباح النشاط؟ احنا مش الصبح، احنا دلوقتي يعني الظهر بالظبط. ولكن برضو اليوم مش هيهرب مننا ان شاء الله. بصوا بقى، امبارح نزلت وقعدوا معايا، واول امبارح نزلت، وقبلها بيوم نزلت، فبقالي 3 ايام بنزل. مره تحليل، مره حقنه، مره كان محلول والدكتوره، فيعني ايه. اليوم اللي بنزل فيه بقى ببقى مش جايه، مش قادره اعمل اي حاجه، مش قادره حتى ان انا اعمل اكل. فاوعوكم تتفاجئوا بقى من اللي هتشوفوه دلوقتي ده. الحمد لله كنت بعمل الاكل، فمش كله بقى، يعني الحلو ما بيكملش. كان نفسي ابقى مرتبه المطبخ وكده، ولكن انا قلت ان انا هتحدى الكسل معاكم وهتنشط معاكم. اوعوكم بقى تخضوا المنظر الجاي. الرخامه كلها مواعين، وكلها عايزه تترتب. الترابيزه اللي في النص كلها عايزه تتروق. سبت الغسيل هنا مليان عايز يتعمل. فايه بقى، اكيد مش هنفضل بقى نحط ايدينا على خدنا ونفضل داخلين طالعين على المنظر ونقول ايه ده ومش عارفه ايه. فقلت يلا خليني اتنشط بقى معاكم ونبدا كده. ويعني عادي طبيعي بقى اواخر الحمل وكده، فانا بضحك على نفسي وبقول ان ده طبيعي. انا ما اعرفش بصراحه اذا كان طبيعي ولا لا، ولكن يعني ايه بقى، الله المستعان. يلا بينا كده، هنثبت بقى الموبايل، وانتي كمان لو وراكي حاجه بقى اتنشطي وتحفزي، ويلا بينا نعمل مع بعض. معلش بقى استحملوني وخلوني اسلم عليكم تاني. عاملين ايه؟ عشان وحشتوني كتير، وعايزه اشكركم على كل كومنتاتكم الجميله، اللي هي اصلا مش كلها ولا حاجه، يعني هم 5 6 كومنتات، بس احنا بنعمل نفسنا بقى فيمس وكده. لا بجد والله، رغم ان كومنتاتكم بسيطه وعددها قليل، الا انها فعلا بتساعدني، وفعلا ربنا يجبركم، يجبر بخاطركم كده ويرزقكم اضعاف اضعاف ما بتدعوا لي. ربنا يخليكم ليا يا احلى بنات في الدنيا كلها. عاملين ايه بقى؟ طمنوني عليكم، عشان زي ما قلت لكم وحشتوني كتير. انا بحاول اهو ان انا ما اغيبش، لان الفتره الجايه هيبقى داخله على ولاده، فبرضو عايزه احاول ان انا ما اغيبش وكده. و... ويلا بينا بقى. شايفين المطبخ عامل ازاي يا بنات؟ زي ما قلت لكم كنت نازله كام يوم، وكنت بطلع مش قادره، وكنت ممكن اطلع اصلا يا دوب على ميعاد الغدا، فاللي هو ايه، شقلب وقلب اعمل غدا واخش انام، خلاص مش قادره بصراحه. ولكن كل شويه خلاص بقى، عارفه لما البيت يبقى مكركب فخلاص يعني النفسيه بتتعب. انا بتعب اكتر لما بلاقي البيت مكركب. فجيت اول حاجه قلت خليني ارتب وبعدين اعمل المواعين، مش هبدا بالمواعين يعني. يعني خليني مثلا اخلص الترابيزه اللي هي في الوسط، او الرخامه يعني اللي هي في الوسط، وامسحها والمعها واخلصها. اخلص مثلا البوتاجاز، اخلصه والمعه واظبطه واركن المواعين. اخلص مثلا الرخامه وازنق المواعين كده كلها في الرخامه او في الحوض، فتحسي بقى ان الدنيا حواليكي راقت، ما قدامكيش غير خلاص حبه المواعين دول بس. اول حاجه جبت كيس كده اعزكم الله، قلت الم فيه القمامه كلها. وعشان يعني ايه تسهل عليا، لان الباسكت بتاع القمامة هتشوفوا دلوقتي عملت فيه ايه. بس جبت هنا الاول عشان المع بقى الترابيزة اللي هي بتاعة الوسط. جبت البخاخ ده اكيد يعني مش معطر. لا ده انا بحط فيه ديتول، غطا كده او غطاين مثلا من الديتول، واملى بقى نص الازازه ميه بس، فبيبقى معقم سهل وسريع، وممكن احط عليه شويه من سائل غسيل الاطباق، فبيبقى حاجه منجزه جدا معايا في تلميع الرخامات والحاجات دي. دخلت بقى قلت خليني اخد الباسكت بتاع المطبخ اعزكم الله، فقلت خليني بقى بالمره اعمل ايه الحوض يعني وكده، والتويلت، دول اللي بيتعملوا عندي كل يوم، والارضيه يا دوب بتتنشف. كل اسبوع بقى بعمل الحمام بقى كله يعني، اللي هو البانيو بقى معاه، لكن البانيو بيبقى محتاج مجهود ان انا اوطيله، فبقيت بعمله كده بالفرشه اللي هي المكنسه العاديه، المقشه العاديه. آه يعني وانا بدعك بيها الارض كده، بحب ادعك الارض اصلا. والفواصل هي اصلا فواصل عندي مش فكرة بقى مش نظيفة، بس هي لونها غامق. بص هو يعني السيراميك بتاع الحمام عندي تحسي ان هو مشبح كده، يعني مش صافي. هو درجة أولى وكل حاجة، ولكن هو التشجيرة بتاعته أو التجزيعة اللي فيه دي بتديكي إيحاء دايما إن هو مش نظيف. والفواصل عندي من ساعة أصلا ما هما بيركبوا السيراميك، وهي لونها مش فاتح، لا لونها غامق كده شوية. فبحب ادعكها كل مرة بالمكنسة اللي او اللي هي المقشة العادية خالص اللي احنا بنكنس بيها عادي.
عشان يعني قال يعني تنضفها، فاهمين؟ ولكن برضو لا حياة لمن تنادي، فانا تقبلت الوضع يعني. او ما عنديش بقى حل بديل دلوقتي، اللي هو انا هفضل ادور على ايه، وافضل مثلا في اقلام كده بتبقى اقلام زي اقلام مش اقلام ماركر، حاجة كده زي الاقلام الماركر دي، بيبقى لونها ابيض، بتتعمل بيها السيراميك وخلاص وشكرا. ولكن يا اختي والله انا ما قادرة دلوقتي اعمل حاجة. ادعولي بقى ربنا يكمل لي على خير. جيت هنا بقى بما اني طبعا مفضيه البسكوت النهارده، انا كل يوم بدي كيس القمامه يعني اعزكم الله لجوزي وهو نازل الصبح آه ياخده معاه. ونسيت اديهوله النهارده، صدقوا. نسيت، لان مسحت السلم امبارح وقلت خليني بقى اديهوله بكره وهو نازل. يعني مطلعاه من بالليل وقلت اديهوله بكره وهو نازل ونسيت. المهم بحب ان انا اعمل كده البساكت بتاعه القمامه واقشرها كده على طول، ايه عشان تنشف، وبعدين ابقى ادخلها بقى واحط لها كيس جديد وكده. كده اتخلصت بقى من كل البساكت الموجوده بس. وهبدأ بقى ألمع ايه الرخامة جزء جزء، بحيث ان هو زي ما قلت لكم كده يبقى قدام المواعين بس، فاهمين؟ طبعا هتلاقوني بتوه كتير في الكلام ونفسي اصلا بيروح. جوزي اقول له مثلا خلاص روحي راحت او نفسي بيروح، يقول لي اقفلي الباب كويس. اقول له اشمعنى؟ قال لي عشان لما تضيع ما ندورش عليها بره الاوضه او بره الشقه. بيتريق عليا. لكن فعلا والله يعني ممكن اكون مش بعمل مجهود ولا اي حاجه، انا قاعده كده بس خلاص، انا روحي رايحه مني. يلا بقى ربنا يكمل يا رب اللي اتبقى على خير، ودعواتكم دعواتكم عشان عارفين بقى اللي هو خلاص. انا هقول لكم ايوه صح، كان في سؤال بيقول لي هو انت هتولدي امتى؟ بصوا يا جماعه، انا كده دخلت اول التاسع، يعني بكره باذن الله ان احيانا الله هيبقى اول التاسع. فبجد ادعوا لي، لان طبعا اول ولاده ليا، والدكتوره بقى عايزه تاخرني. طبعا كلها بمشيئه الله، وكلها ليها ساعه عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ايه اللي هو الواحد بقى خلاص الحمل زاد قوي وعايز ينجز بقى وعايز يخلص بالبيبي، بس هي اصلا لسه حجمها صغنون شويه. فهي الدكتوره بقى تقول لي لا خليها جوه احسن، يوم جوه احسن من 10 بره، ومش عارفه ايه والكلام ده كله. فوالله انا سايباها على ربنا، ولكن الحمد لله انا دخلت او يعني هدخل بكره ان شاء الله كده في اول التاسع. تمام. وبس. لكن طبعا هولد امتى ما حددناش اي حاجه، والله احنا لسه سايبينها حسب التساهيل. لسه كده النهارده ايه؟ النهارده السبت، اللي هو إيه اليوم اللي الفيديو هينزل لكم فيه. باذن الله تعالى هروح للدكتور، دكتوره يعني يوم السبت الجاي. ويا رب يا رب يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب. اللي عايز بنوته ربنا يديلها ويقر عينها بيها، واللي عايز ولد ربنا يرزقها الولد الصالح يا رب ويقر عينها بيه، واللي عايز بقى ايه يديله بالاتنين، فاهمين؟ يا رب. بس احنا مش كل شويه بقى هنفضل نفتح ونقفل، مش هنركب سوست. فيا رب يا رب كده ايه يرزق كل مشتاق ويعطيكم حتى يرضيكم، اللهم امين يا رب. و وحتى لو ما كتبتوليش في كومنتات، او حتى لو ما عملتوليش لايك، بس يعني اتمنى اللي يشوف لغايه هنا فعلا ادعيلي، لان الفتره دي خلاص بقى عارفين مش عايزه استسلم لاحساس الخوف. ولكن انا حرفيا ما بقتش بنام، اللي هو انا طول الليل بحلم ان انا بولد وقاعده خايفه. عارفين لما يبقى عندكم امتحان صعب وتصحي بقى كده كل شويه هي الساعه لسه ما جاتش، انا عايزه اصحى مش عايزه انام ليه؟ كل شويه الاحلام، عارفه الاحلام اللي قاعده تهربي منها، اللي هو احلام الولاده بقى وكده. فادعولي بقى الفتره دي ان ربنا يقويني، وان ربنا يجعلها لي ساعه سهله بجد. انا طولت عليكم طبعا، معلش رجعي بقى شويه. آه ايه تاني. بصراحه بقى انا نفسي في حاجه الفتره دي، بس انا متردده فيها. بس يعني ان شاء الله بعد الولاده كده اكون عملت تحريات بقى ولفيت وسالت والحاجات دي. ولكن برضو يعني اعطوني من خبرتكم. انا نفسي جدا اجيب اير فراير، فيا ريت اللي عنده اير فراير يقول لي هي مفيده ولا لا، عشان دي في اختلاف عليها. ناس تقول مفيده وايديا ورجليا في المطبخ ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها، وناس تقول لا مش ملهاش استخدام كتير. انا ما عنديش ميكروويف، وعندي فرن كهربائي عند ماما لسه من جهازي، حطاه كده تحت تحت السرير،
وحتى ما فكرتش ان انا اجيبه. ولكن يعني ايه مش حباه، فاهمين؟ فانا بفكر في الاير فراير. فبجد بقى لو عندكم مثلا اير فراير او تقدري تفيدوني في الاير فراير، قولولي يعني، واجيبها نوع ايه؟ في اللي هو السيف اللي هو السعودي ده مثلا، ولا اجيبها حاجة كينوود، ولا اجيبها فليبس، ولا اجيبها سوكاني، اسمها سوكاني ولا صناي، حاجة كده، بحيث ان انا ما جازفش مثلا وادفع مبلغ كبير وفي الاخر بالنسبة لي ما تطلعش عملية قوي. واجيبها مثلا كام لتر، ولا هي كام لتر ولا كام فرد؟ لا هي باللتر، اجيبها كام لتر؟ فيدوني بقى يا ريت يا ريت يا ريت، عشان انا كماني زايدة في الحمل. ف انا زايدة حبة حلوين يعني. فعايزة ابعد بقى ان شاء الله يعني تعالى بعد الولادة عن الزيوت وكل الحاجات دي. وتعالوا بقى، كان في واحدة حبيبة قلبي بتسألني على غسالة الاطباق بتاعتي نوعها ايه وكم فرد. اولا انا غسالتي نوعها بيكو 14 فرد، تمام. مانوال يعني ببكرة، يعني سوري ببكرة. ايوه بالنسبة للاير فراير كمان في اللي هي المانوال واللي هي التاتش، صح كده تاتش. يعني المهم قولولي اجيب ايه، اجيب البكرة اللي هي العادية ولا اجيبها اللي هي التاتش؟ بس انا اعرف عموما ان في الحاجات دي كلها البكرة احلى. يعني حتى لما كنت جاية بجيب غسالة الاطباق دي جبتها بكرة، لان كله كان بيقول ان بكرة احلى. طيب غسالة الاطباق بتاعتي بقى نوعها ايه؟ غسالتي نوعها بيكو زي ما قلتلكوا 14 فرد، اللي هي السيلفر دي. كويسة كويسة، اللهم بارك يا رب. وربنا يرزقكم بيها كلها، بصراحة بتنفعني وبتنفعني قوي في وقت زي ده كمان. يعني انتوا شايفين هي اخدت مواعين حبة حلوين، تمام. مش هقول لكم ان هي اخدت المواعين كلها، ولكن انا في حاجات عندي هنا يعني الاستانلس ده كان لبن لازق فيه، مش لازق لازق يعني، بس كنت حاطه مثلا كوبايه لبن صغيره وال وايه والكنكه مثلا كانت كبيره، فبتحروق كده شويه. وانا من النوع اللي بيحب مثلا يعمل ايه اللبن في الاستانلس، انا ما اقتنعش باللبن غير في الاستانلس، ما احبش الجرانيت وما احبش الكنك الجرانيت لانه بيلزق وبتضطري بقى تدعكيه وكده، فخلاص يعني فاهمين، بحب الكنك الاستانلس. حاجات مثلا زي الالومنيوم لا، مش هتدخل في غسالة الاطباق. الاستانلس انا بدخله في غسالة الاطباق عادي وبيطلع كويس، ولكن ده حبيته ادعكه كده بالسلكة الناعمة، فاهمين؟ بس اخدت على قد ما قدرت. والحاجات بقى ايه يعني، بحاول ادخل الحاجات الرفايع، يعني مثلا حلة كبيرة، بولة مثلا بلاستيك كبيرة، هحس ان هي هتاخد مساحة على الفاضي، بحيث ان المساحة دي هقدر ادخل فيها اكتر من طبق او اكتر من حاجة تانية، فاهمين؟ فانا يعني بدل ما احط مثلا 3 حلل يقفلولي الرف، لا احط بدل ال3 حلل دول لو غسلتهم على ايديا ما فيهمش حاجة، لكن احط بقى ايه، احط كوبايات، احط اطباق، احط مثلا بلاستيك صغير، حاجات كده، فاهميني؟ وعندي اللي هي بتاعه المعالق دي، السله اللي هي بتاعه المعالق دي موجوده طبعا، بس ايه بحسها بتاخد حيز مثلا، ومش كلها بتتملي معالق، بيبقى فيها اماكن فاضيه. فبحب يعني لو على المعالق بدعكها برضو على ايديا. يبقى كده يعتبر بحط فيها الاطباق وبحط فيها الكوبايات، ودي حاجه مستهلكه عندي كتير بصراحه. وايه، وساعات طبعا كتيره يعني بحط فيها المعالق، بوقفها كده في الرف اللي فوق ومن غير من غير الشبكه دي او من غير السله اللي هي بتاعه المعالق، فاهميني؟ هي كويسه، هي كويسه اللهم بارك. بيكو صيانتهم كويسه. انا طلبت الصيانه مره واحده، كان في ايه، كان عندي مشكله في صمام الميه. ازاي، هو الراجل قال لي تقريبا انتي بتشغلي الموتور والغسالة شغالة فالمية مش بتطلع. قلت له هي كده كده اصلا المية بتحدف على الخزان اللي فوق، مش بتيجي على طول كده. فهو الراجل استغرب، ولكن غيروا لي صمام المية وجابوه لي. يعني هو اول مرة جه قال لي العطل في ايه، قلت له فقلت له كذا كذا كذا، قال لي وبتشغل كهرباء لوحدها، قلت له بالظبط. قال لي ده صمام الميه، فهاجي بعد يومين اغيره. لو كنت قلت الشكوى دي مره واحده يعني وانتي بتقدمي الشكوى، كنت جبت صمام الميه معايا وركبناه ومفيش اي مشكله.
وطبعا لسه في الضمان، فمفيش اي رسوم او حاجة. حاجة تانية ايه، انا حبيت اقولك على التجربة دي عشان لو يعني حد لا قدر الله الغسالة بتاعته بقت بتعمل كده. بصوا هي كانت بتعمل ايه، انا كنت بفتح الباب فكنت بلاقي مية من تحت، يعني في مية ما اتشفطتش كلها. فكنت بعمل ايه، بمجرد بس ما بشغل دورة لو 3 ثواني بلاقي المية دي اتشفتت خلاص، وايه وخلاص يعني رجعت ناشفة. بس اللي هو طب انا هشتغل كده يعني هقعد كده مهددة؟ لا طبعا. وبعدين الحاجة مش رخيصة دلوقتي، دي خلاص سعرها بقى معدي ال20 ألف. فاللي عنده حاجة فعلا لازم يحافظ عليها ويقدر النعمة اللي هو فيها فعلا. اللهم لك الحمد يا رب. دي حاجة. تاني حاجة، كانت بتشغل بقى كهربا لوحدها، يعني انا حاطه الفيشه اهو ومش لفه البكره مثلا، مش مشغله دوره ولا اي حاجه، لا عادي. فكنت بلاقي ان الزرار اللي هو بتاع الستارت والكنسل ده اشتغل لوحده. اللي هو انت قدت منين، انت عطيتني الاشاره الخضراء دي منين، انا ما عملتش حاجه والبكره مش شغاله، فاهمين؟ فطبعا لما قلقت قال لي ايوه بالظبط ده كده من صمام الميه. هو اللي قال لي، يعني اول ما قلت له بفتح بلاقي ميه، قال لي وبتلاقي كهرباء شغاله، قلت له اه. فقال لي ده صمام الميه وهغيره لك ان شاء الله المره الجايه. يومين بالظبط او 3 ايام بالكتير، مش فاكره بالظبط، كان جه وغيره لي والله ما لك الحمد. خلاص يعني كل شيء رجع زي الاول. كنت بقى بغلي لبن، وطبعا ايه اتكب مني و او هو يعني ازازه اللبن كانت كبيرة على الكنكة اللي انا او اللي هي اللي اسمها ايه اللبانة، فرحت اسمها على 2 وعاء يعني. انا بفصل في الكلام. ولكن الاتنين كبوا ما شاء الله عليا ما شاء الله عليا. عارفين رحت ايه بقى طافية النور وطالعة ولا كأني شفت حاجة في المطبخ خلاص. ولكن الكلام ده كان الصبح، فيعني ايه الحمد لله ما لحقش ان هو ينشف. ولكن برضو حطيت كده شوية من المية السخنة، قلت يلا بقى اهو نظافة. بس همسح بقى البوتاجاز وهنعمل ايه تاني، مش فاكرة هعمل ايه تاني بصراحة. بس المهم ان انا كده جاوبت على آه، حبيبتي بقى اللي هي كانت سألتني على غسالة الاطباق، انا كده جاوبت عليها. هعمل لها برضو لايك على الكومنت بتاعها عشان تقدر تشوف الفيديو، يعني ان انا رديت عليها، لان يعني حبيت اتكلم عنها في استفاضة شوية. آه، يعني عن نوعها وكم فرد، وبرضو تجربة الصيانة معاها مع بيكو كويسة اللهم لك الحمد. عارفين بقى النهارده استغليت ان حماتي يعني قالت لي ايه، كانت طالعه تشوفني وكده، فقلت لها والله بصي المطبخ عامل ازاي، وبصي مش عارفه ايه، وبصي مش عارفه ايه، بقالي 3 ايام. قالت لي ايوه ما انا عارفه. انا قلت طب هساعدك في حاجه مش عارفه ايه، فانا برضو اتحركت، يعني يا ست كبيره هتساعدني ربنا يديها الصحه يا رب ويقدرك يا ماما يعني على اللي عندك. قلت لها لا لا ده انا هصحى بكره ان شاء الله اظبط كل حاجه. قالت لي خلاص ما تعمليش اكل. اللهم لك الحمد. شفتوا بقى الحمل حنينة رزق، ربنا يا رب يديمها في حياتنا ويبارك فيها. ايه تاني، فقالت لي خلاص انا هتاكلوا معانا يعني وكده وهو نتجمع ومش عارفه ايه. قلت لها بس كده من عينيا. فجيت بقى ما عملتش اكل النهارده. وعلى فكره انا المطبخ هتلاحظوا ممكن ان الدنيا ليلت عليا، والله ما تستهونوا بيا فعلا، ولكن انا الحاجات دي كنت بعملها حتى على مراحل بجد. جيت بقى هنا برضو من نفس ذات البخاخ بتاعنا، اللي هو ايه شوية ديتول عليه شوية من المية وتقريبا فيه يعني نص معلقة مثلا من سائل غسيل الأطباق، ورحت ملمعة بقى الدولاب من فوق، كان عايز تلميعة محترمة عشان الذباب قليل الأدب كل شوية بيعمل حاجات عليه، مش هقول أكتر من كده. فاخدت بقى كده ايه لمعت دولاب المطبخ من فوق ومن تحت. وانا حقيقي نفسي اجدد في المطبخ. هتقولي لي تجددي انتي ما بقالكيش اصلا سنه متجوزه والمطبخ عندك زي الفل؟ هقول لك حبيبتي والله مش هجدد في المطبخ ذات نفسه يعني، لا. بس يعني عايزه اجيب مثلا مفارش جديده. نفسي اشيل الازاز بتاع اسمه ايه البوتاجاز، واحط مكانه كده الاشكال اللي هي الخشبيه دي، شكلها عاجبني قوي بصراحه وبحبها. وعايزه اجيب مثلا ستاره على باب البلكونه وستاره داخليه. تمام. وايه تاني، بس حاجات بسيطه فاهمين. وعايزه اجيب كفر اللي هو بديل السجاد ده. ولكن يعني ايه دي مقضيه الغرض معايا دلوقتي، ولكن يعني عايزاها حاجه كبديل صيفي.
ولكن انا جبت هنا بقى حاجة مهمة جدا ونفعاني قوي قوي قوي. جبت ايه؟ جبت يا جماعة كليم، او في ناس بتقول عليه سجاد بس هو اسمه كليم، وسعره رخيص جدا جدا جدا. هقول لكم اصلا على سعره هتتفاجئوا منه. في ناس بتقول عليه سجاد، وفي ناس بيقول عليه سجاد سيناوي تقريبا. سيناوي اللي هي الحاجات اللي لما بنروح سينا مثلا وكده بنلاقيها مفروشة دي، ولكن طبعا بيبقى فيه منه اشكال، فانا اخترت الشكل السادة عشان يبقى لايق مع المطبخ، وهو نفس لون سجادة المطبخ يعني تقريبا. فانا جبت الكليم ده برضو، راحت مني. المهم جبت هنا شوية مية سخنة، حطيتها كده في الموب ده. هوريكم الكليم دلوقتي. حطيتها في الموب كده وقلت ايه امسح بيها بسرعة. الموب دي فيها ايه؟ انا قلت لكم قبل كده ان انا عايزة اوريكم نوع الموب، وبفكروني المرة الجاية واقول لكم عليها بالتفصيل يعني. لو حابين قولولي، لان بصراحة حاساها مفيدة قوي، ولكن هقول لكم تجربتي الكاملة يعني معاها برضو احقاقا للحق. بس مسحت بقى كده بيها مسحة سريعة بتنفعني قوي دلوقتي. طبعا مش هقدر اوطي ولا امسح، وانا اصلا في الطبيعي يعني عمري ما وطيت ومسحت الحاجات دي. هي يا اما بالمساحة يا اما بالموب، وشكرا على كده. ده بقى الكريم اللي انا بقول لكم عليه يا جماعة. سعر الواحد 60 جنيه، متخيلين؟ حلو قوي. زي ما انتوا شايفين انا عندي الحتة دي عريانة، وبقف على عند البوتاجاز اطبخ وكده، فعشان برضو ما يبقاش ايه دايسة على الارض. وهنا برضو من ناحية الحوض عشان لو الارض اتبلت او حاجة يعني مكان الحوض من تحت الحوض، اقدر ان انا انفضها بسرعة كده. خلاص خلاص خلاص، وصلنا لنهاية الفيديو. نسيت اقول لكم ان انا امورة ودي قناتي، ولو لسه لاول مرة بتشوفي القناة اضغطي بقى على كلمة اشتراك الموجودة تحت باللون الاحمر، ولايك للفيديو لو عجبك. واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى كده اني اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. استودعتكم في رعاية الله، حفظ الله، مع الف سلامة.